شايف الاختراع ده حلم اي جيمر. هتقول لي شفت زيه كتير وبتاع، لا ده مختلف عشان ده اول تعاون ما بين ROG واكس بوكس. فانت كده عندك نظامين تشغيل، ويندوز والعاب البي سي وستيم وكل حاجه، دوسه واحده تنقل على الاكس بوكس بالالعاب بتاعته بقى والجيم لايبراري الكبيره والجيم باس والكلام ده كله. عندك هنا شاشه كبيره فول اتش دي 120 هرتز، فيها ميلان شويه وعليها طبقه عشان الانعكاسات، بس الاضاءه بتاعتها ضعيفه شويه. تريجرز هنا ممتازه، واحلى حاجه بقى المسكتين دول اللي زي دراعات اكس بوكس كده، اسهل بكتير، ومعظم المنافسين ما فيهاش المسكه دي. طب بالنسبه للاداء، هل زي الاكس بوكس والبي سي؟ اكيد لا، الاجهزه الثانيه اكبر منه ب 10 اضعاف. ده هتستخدمه وتلعب بيه وانت مسافر وانت رايح حته، فما يتقارنوش خالص باي جهاز متوصل بباور. حاجه زي كول اوف ديوتي اخرها 60 فريم، ممكن تعلى 70 وجرافيكس كويسه. العاب كتير بقى لو قللت الكواليتي هتوصل معاك لفريمات اعلى، ونفس الكلام برضو على البطاريه، كل لما تعلي الفريمات وكل لما تعلي الاداء، ولكن هيجي على حساب البطاريه، فهتضطر لو انت عايز تلعب العاب تقيله تمشي بباور بانك. بس الصراحه انا عاجبني فكره الاكس بوكس والنظام بتاعها الاسهل بكتير من ويندوز وكميه الالعاب اللي موجوده. فانت عرفني ايه رايك في ROG اكس بوكس الاي اكس، ولو عايز تعرف سعره وبقيه المواصفات هتلاقيها في اول كومنت، ومتنساش تعمل لي فولو علشان ما يفوتكش الاختراعات دي.